السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. أنا ابتدئ الفيديو هذا بالصلاة على النبي. البنات ما تنسونيش بالدعم في القناة باش نقدم لكم الأكثر والأكثر، ودائما مع سلسلة المشاريع. أيضا نحب نشكر كل المشتركات الجدد اللي دخلوا في قناتي. كما كنت تشاهدوا في الفيديو، هذا فيديو خاص بالنسبة اللي عندهاش مدخول، يعني راس مال قليل، تقدري تبدي بالقليل، وايضا تقدري تخدميها الناس دارك ولا لنفسك. كما راكم تعرفوا هاد الايام نشهد يعني ارتفاع اسعار جنونيه في كل شيء. هاد الكياسه اللي كانت دير السعر تاعها يعني 15 و 12 الف، الان راها دير 20 الف للكياسه. هنا هذا القماش تاع الكياسات السعر تاع 95 ألف للمتر. هنا كنت شريت 25 سنتيمتر. هنا بالنسبة اللي بغيتي ديري المشاريع شري 35 سنتيمتر، دير لك ربعة ويتبقى لك ديري هذوك الخطوط كما كتشوفوا، هذوك الملونين يجوك يعني زوج بالعرض، يعني 6. هنا بالنسبة العرض تاعه يجي فيه بالنسبة للخياطات اللي حبت يعني، وهذا العرض تاعه يجي فيه 130 متر. هنا هذا القماش يشرب بزاف بزاف، لازم تبيتيه في الثلاجة ولا تغسليه، ولا إذا ما غسلتيش يعني تزيدي في الطول وفي العرض. هنا هذه خدمتها لنفسي، درت فيها 22 سنتيمتر، هذا بعد ما بيته ليلة كاملة في الثلاجة فوق في المجمد. درت فيه 14، عفوا درت فيه 13 ونص على 22. هنا اذا ما شربتيش، اذا ما بيتيش في الثلاجة، ديري فيه 23 او 24 في الطول، وديري فيه في العرض 14 سنتيمتر. هذه يعني بقاو لي اللي شيت، ما حبيتش نرميهم، قلت علاش ما نديرهمش كياسة. يعني زدت لقمتك هذاك النصف، يعني 3 سنتيمتر أو 4 سنتيمتر، وخيطتها درت لي يعني كياسة. هنا لا دوبليغ كان عندي يعني سروال قديم درته تبطين. وبالنسبة هنا اللي بغات ديره مشروع تشري قماش، راه جاي داير كي تاع السرابيت، يجي من الداخل، وتشري أيضا البي. أتمنى نكون كل شيء واضح كما كتشوفوا. نشدو بليزي بانكل، نجو من الأسفل نديرو هذيك التقويسة العشوائية من الأسفل. وهنا ما ننساش كنت شريت الخيط المطاطي. هنا بالنسبة للبي نحتاجوه باش نخبو الخياطة اللي تجي من برا. فيه 3 سنتيمتر، قطعوا الشريطة من قماش تاع الدراوات، فيه 3 سنتيمتر، والطول يعني خلوه طول. كما كتشوفوا هنا راح نديرو الخياطة كلش راح يجينا من برا، وهذاك البي ندرقو به الخياطة. هنا بالنسبة قلت لكم البنات، اذا درتوه مشروع وما غسلتوش القماش وما درتوش في الثلاجة، خاطش هذا القماش يشرب بزاف بزاف، زيدوا في الطول وفي العرض. قلت لكم ديروا فيه 24 او 25 على 14. هنا نجو من الأعلى نخيط على بعد مليمتر، نحكمو التبطين مع هذاك القماش تاع الكياسات. بعد ذلك نقلبو كما كتشوفوا، ونخلو يعني نصف سنتيمتر من القماش تاع الكياسات خارج على التبطين، باش التبطين ما يبانش ويكون كل شيء الداخل. وهذوك الزيادات تاع التبطين اذا بقاونا راح نقصهم عادي، ما فيش حتى مشكله. نبدأ بهذه الطريقة. بعد ذلك كي نقلبو نديرو خياطة على بعد نصف سنتيمتر باش نثبتو هذاك القماش تاع الكياسات. هذا راه واضح عندنا كلش، قماش مع التبطين. هذا هو هذاك الزائد اللي بقى لنا تاع التبطين، ما تخافوش قصوه كي تحكموا الكياسة. هنا نروحو نجيبو هذا لاستيك المطاطي، نعمروه في الحكانات. بعد ذلك راح نوريكم يعني بالنسبة هنا للمبتدئات خطوة بخطوة تفهموا، تتبعوا الفيديو من الأول للأخير، ما تسرعوش باش تفهموا. نجو نحلو هذا البرغي،
وندخلو هذاك الخيط لداخل لانه يكون مزير ما يدخلناش. بعد ذلك نجيبو هذا البرغي نزيروه. نقول لكم علاش نزيروه، باش حتى واذا خليتوه مفتوح وخيطتوه راح يدير لكم خياطه عاديه، ما يديرناش هذاك التكماش اللي يجي في الاعلى باش تجي ممسوكه على اليد الكياسه. آه نزيروه هكا باش يعطينا تكماش. ندخلو ونديرو 3 خطوط. وهنا اذا حبيتي ديري 2 3 4 يعني انت حرة. هذا غير باش الكياسة تجينا يعني على اليد ما تتحركش، يعني مزيرة على اليد. شوفوا بعد ما خيطنا يعني الخط الأول، يعني بالنسبة للمبتدئات تبعوا غير هذوك الخطوط اللي في الكياسة تاع الألوان وخيطوا 3 خطوط. تجيكم سهلة بالنسبة اللي ما تكونش يعني محترفة في الخياطة. هذوك الخطوط يساعدوكم. تبعت هذوك الخطوط. هنا بالنسبة هنا قلت لكم يعني راح نوريكم يعني كياسات كنت خدمتهم وما شربتش القماش كيفاش راجعوا باش كي درتهم في الماء. هنا هذا القماش قلت لكم يا البنات يشرب بزاف، لهذا ما تديروش هذو القياسات اللي درتهم انا. كنت خدمتهم هذا للدار للبيت. نتوما اذا خدمتوهم يعني مشاريع قلت لكم تزيدوا في الطول والعرض. سمحوا لي لاني راني نكرر في كلامي. هنا بعد ما مسكناهم نمسكوهم لي زيبانغل باش ما تكونش عندنا يعني وحده خارجه على الاخرى، يكونوا قد قد. من بعد نخيطوا على بعد نصف سنتيمتر على حافة هذه الكياسة، ونجيبوا هذاك البي نطوه من الأعلى نصف سنتيمتر ونبدو الخياطة على بعد 2 مليمتر على حافة أيضا هذه الكياسة باش ندرقوا كامل هذيك الخياطة تكون الداخل درقها البي وتكون خدمتنا متقونة. هنا قلت لكم يعني 35 سنتيمتر شحال ديكم من كياسة إذا درتو يعني فيها 25 سنتيمتر على 14 سنتيمتر. يعني الفيديو واضح ويعني كل شيء راه في الفيديو. وراني نوريكم خطوة بخطوة. تبعوا الفيديو البنات، ماذا بكم ما تسرعوش لأنه معظم البنات اللي راهم يدخلوا يعني لقناتي يعني يشاهدوا دقيقة أو 2 ويخرجوا. لا، إذا حبيتوا هنا هذا الفيديو تاعي مخصص للمبتدئات، أما المحترفات باينة تكون تعرف خدمتها غاية. من المبتدئات قلت لكم تابعوني. هنا بعد ما خيطنا على بعد 2 مليمتر نرجعوا هذاك البي للأمام باش ندرقوا هذيك الخياطة. نطوو نصف سنتيمتر ونعاودوا نطوو ونخيطوا عادي خياطة تاع البي. هنا بالنسبة اللي عندها السورجي تخيط بالسورجي، انا ما كاش عندي هنا السورجي خيط. هنا بالنسبة لطريقة التسويق تقدري ديريه في المواقع التواصل الاجتماعي وتقدري ايضا يعني تسوقيه بالنسبة لجاراتك تقولي لهم يعني توريهم السلعة تاعك. هنا تقدري تبيعيه يعني بالحبة 15,000 للوحدة، وجملة تبيعهم 11,000 ولا 12,000 للحبة، وعندك يعني فايدة يعني معتبرة ومليحة. أنا في الحقيقة قلت لكم هذه الكياسة قلت لكم خدمتها لروحي، فيها 21 سنتيمتر على 13 ونص. نحبها تجي مقبوضة على اليد، هذا هو يعني. وانتوما حرين. قلت لكم زيدوا في يعني
في الطول وفي العرض اذا درتوه مشروع. هادو الكياسات اللي خدمتهم قلت لكم وما شربتهمش في الماء، يعني ما بيتهمش في الثلاجة عفوا. انا هذا القماش ما غسلتهش، بيته برك في الثلاجة. كنت هادو خدمت 2. هنا ينقص في الطول تاعه، اما اذا درنا الخطوط بالطول ينقص في العرض تاعه، وانتم ديروا حسابكم. وهذو الكياسات اللي خدمتهم بعد ما وضعت القماش في الثلاجة ليلة كاملة. هذه هي الكيسة، انا نبغيها كيما هاك مقبوضة على اليد وتكون صغيرة ما تسقطش. الفيديو ها هو واضح عندكم. شوفوا بعد ما يعني حطيتها في الماء قلت لكم هذا القماش يشرب بزاف بزاف، لازم تزيدوا له في الطول وفي العرض، ديروا نتوما حسابكم. قلت لكم هنا نقص لي في الطول ولا 20 سنتيمتر. هذه الكيسة الأخرى مازال ما شربتهاش في الماء. إلى غاية هذا الفيديو نقول لكم البنات فضلا وليس أمرا تدعموني، ولجام البنات لجام هما اللي طلعوا الفيديو ويخلوه يظهر في محركات البحث تاع اليوتيوب، يشوفوه تستفادوا نتوما ويستفاد غيركم، تكون لكم صدقة جارية لي ولكم. إلى غاية هذا الفيديو نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء، باي باي.